السلام عليكم، ارحبوا مراحب المطر الكلاسيكو. بلاكث الكلام يقول لك برشلونة ممكن ينهزم وإن السيطرة بتكون للمدريد وخلاص لا نكثرش بالكلام، يلا نبش. كثير من المحللين قالوا إن برشلونة ممكن يخسر وأن الريال عنده فرصة أفضل. يا رجال، ها هو الفيلسوف الجديد والعميق في التفكير، الأخ الأستاذ عبدو شافي، يعني ما في احترام له، شافي الذي خططه تدرس في سوق الجمعة. تعتقدوا إنه ما راح يدخل بخطة محبوكة؟ خليني أفهمك. طبعا خطة الدفاع المفروض يكون أراوخو، كوندي، كريستنسن وبالدي، عفوا بالدي. هذه الخطة الطبيعية؟ لا طبعا لا. الفيلسوف بيدخل بألبا بدل بالدي وسيرخيو بدل مدري من، أهم شي بيدخله عشان الخبرة. فاهم إيش يعني الخبرة؟ ينلعن. أما خط الوسط فمعانا العجوز، الجندي الخفي أو المخفي مش مهم، أهم شي إنه بينه هذه الصفة، وعقلة الأصبع جافي، وطبعا الشأزة الوسيم ديونغ، وممكن كيسيا. هذا أفضل خط وسط الآن في برشلونة. أعجبكم أو شوف لكم فريق ثاني يا شباب؟ أما عن الهجوم الكاسح ففي المنفوخ فاتي، الجلطة توريس، والمعدوم رافينيا. تشكيلة هجومية تجيب المرارة، وهذه خطة برشلونة للفوز. دقيقة، هذا 12 لاعب سهل يا جماعة الخير، حتى لو 15 لاعب مش فارقة. برشلونة راح يستحوذ، وأهم شيء الاستحواذ، والريال راح يلعب آخر 5 دقائق وينتف برشلونة هدفين. هو كيف تعتقدوا أنشيلوتي أساسا هم المباراة؟ الرجال عنده تكتيك معروف للجميع، ومع ذلك تعفر بكل أندية أوروبا. يدخل يستقبل لعب ويخلي الخصم يفرح، وبعدها يغتالهم بهدفين 3. وأنا أتوقع أن برشلونة بيفوز. لا حد يسب، عيب يا شباب عيب. أنا كذا إحساسي، يعني اسألكم بالله بعد الخطة الجهنمية الشابهة هذه ما تريد يفوز؟ الله المستعان. أيوة، لا تنسوا الاشتراك والإعجاب والنشر. سلام.